هاي سجلوها علي. أجهزة والمواقع لنسائنا، لبناتنا، لأولادنا المراهقين أشد من المسدس المسحوب الأقسام المليء بالرصاص. والزوج يتصل يقول سيدنا أنا زوجتي أكتشف على أنه عندها علاقات وترسل صور كذا إلى الآخرين. لو انكشف لكم ما يجري في مجتمعنا لقلتم كيف رب العالمين لم يخسف بنا الأرض. وللأسف الشديد هناك انعدام في الثقافة الصحيحة في استخدام هذه الوسائل. الأب إذا أراد أن يشجع ولده على درس أو على مشروع يشتري له هذه الأجهزة الذكية العالية التقنية، ويفتخر أمام أصدقاء أنه بلي أولادي عندهم آيفون 12، بناتي عندهم ما أدري جالاكسي نوت كذا، في حين هذه أمور صحيح هي تقنيات ووسائل متطورة، ولكن ليست أسبابا للمفاخرة. نعم. ليست وسائل للمكابرة. مشكلتنا اليوم أيها الأخ الكريم أنه ثقافة التعامل مع هذه الوسائل وهذه المواقع ثقافة متدنية وضحلة جدا. إشكالنا في عدم البرمجة الصحيحة والتعامل الصحيح مع هذه الوسائل. هذه الوسائل أنا شخصيا هذا الجهاز الذي بيدي، هذا الجهاز في الواقع أنا كل محاضراتي وتحضيراتي ودروسي وتحقيقاتي ومراجعاتي عبر هذا الجهاز. ليش؟ لأن فيه آلاف الكتب، مكتبات ضخمة، تطبيقات مفيدة، يمكن لي أن أصل إلى المعلومة في أسرع وقت وأقدم معلومات في كل النشاطات التي أقوم بها. فيمكن أن تكون هذه الوسيلة وسيلة بناءة، وسيلة مربية، وسيلة مكملة للإنسان. ولكن لما أنا أتي بهذه الجهاز أنطي لزوجتي، هذا الجهاز أعطيه لزوجتي، والله يا أم فلان أشكرك أنت خوش مرة، تفضلي هذا الجهاز، زين جيد جزاك الله خير. ولكن هل علمتها أنه يا أم فلان يا بنت الحلال أنت ما ربطك بالفيسبوك؟ أنت والفيسبوك شنو علاقة يعني؟ ما الداعي أنه أنت تنصبين فيسبوك وتفتحين صفحة على الفيسبوك؟ ماذا تريدين من فيسبوك أنت كامرأة ربة بيت؟ ما الذي تريدين من فيسبوك؟ تريدين إعجابات؟ تريدين أصدقاء؟ ماذا تريدين؟ أنا الآن الله يعلم أن بناتي وأولادي لم يكونوا أصحاب هذه الموبايلات إلا بعد أن بلغوا مبلغ الزواج. يعني بناتي تزوجن، أزواجهم جاءوا بأجهزة، هم بعد أن تزوجت وأصبحت ذات كذا، ولكن ليس لديهن لا فيسبوك ولا هم يحزنون. هذا الواتساب حتى تتصل بوالدتها، ما أدري اتصال مباشر مع الأصدقاء واتساب وتليجرام. أما أنه فيسبوك وإنستغرام، والآن هذا جاي تيك توك، وهذه كارثة، أشياء جدا فاسدة. فما هو الداعي أن نضع هذه الوسائل بيد أولادنا وبناتنا؟ شنو الداعي؟ أيها الآباء، أيتها النساء، أيتها الأمهات، احذروا من هذه الأجهزة. زوج ينقل عن زوجته، زوجة تنقل عن زوجها أنه سيدنا هذا زوجي هالشكل، حسب تعبيرها مقابل المواقع الكذا ويتصرف الكذا. والزوج يتصل يقول سيدنا أنا زوجتي أكتشف على أنه عندها علاقات وترسل صور كذا إلى الآخرين. إلى متى نحن نشاهد أن بيوتنا تنهدم أمامنا؟ إلى متى نحن ننظر إلى الوسائل التي نهيئها لبعضنا البعض وهي قتالة؟ أسألكم سؤال، عليكم بالله جاوبوني، أجيبوني على هذا السؤال. هل من الحكمة أن تعطوا سلاح مسدس مليء بالرصاص ومفتوح الضامن ومسحوب الأقسام تنطيه إلى أولادك 10 سنوات 15 سنة و13 سنة؟ تعطي أو ما تعطي؟
قطعا تقول لا سيدنا، ما معقولة ننطي أسلحة فيها رصاص وفيها مسحوب الأقسام بدون ماذا؟ بدون حسب تعبيرنا الضامن أو ما أدري الأمان. إذا ما تنطي واقعا هذا صحيح، اعلم أن الأجهزة أشد فتكا من المسدس، أشد من العبوة التي هي ماذا؟ مسحوبة الأمان، وهي عدادها عداد ماذا؟ بعد دقائق ستنسف البيت. الله شاهد هذا. لا تقولون سيدي بالغ، لا والله لو انكشف لكم ما يجري في مجتمعنا لقلتم كيف رب العالمين لم يخسف بنا الأرض، لاستغربتم أن يا رب شقد حليم أنت، الأرض ما تخسفها بينا من كثر الجرائم والقاذورات والأوساخ التي ترتكب في مجتمعنا هذا بسبب هذه المواقع التواصل. بناتي الموبايل تخلوه هنا الساعة 12 خلاص أطفي المنظومة، يلا نوم، الساعة 12 أطفي المنظومة، انتهى. بناتي أي وحدة بيدك هذا آيباد بعد ما دروس أو أونلاين بالصالة، تقعدون بالصالة، غرفة ممنوعة تقعدون بالغرفة، بالصالة وإحنا نهيئ لكم الأجواء. تقنين يا أخي، نشر صور، ما أدري استقبال صور، هذا من الأمور التي نحن نجلبها لأنفسنا، ورب العزة عز وجل من فوق سمائه يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم شنو؟ يظلمون.